السلام عليكم ومرحبا بكم أيها المشاهدين والمشاهدات. اليوم سأراسل 18 شخص مشهور، منهم المشاهير العرب والمشاهير الأجانب والمشاهير المغاربة، وفي آخر الفيديو سنرى هل سيردون علينا أم لا. إذا أجابنا شخص واحد فهذا جيد جدا. بدون تأخير هيا بنا نبدأ بمحمد عدنان. كتبوله بصراحة من الأفضل، كيليان مبابي أم لامين يامال؟ أوكي، سؤال جيد. ثانيا عندنا باريتيوب قال انه فاش يوصل 10 مليون مشترك غيحيد القناع، ولكن خلف بالوعد ديالو. لهذا نكتبوا لقد اخلفت بوعدك، قلت انك عندما تصل الى 10 مليون مشترك سوف تزيل القناع ولكن لم تفعل. اي الناس وصلوا 10 مليون وانا باقي مدابز مع 1000. ثالثا هو ارنولد. نكتب له كيف احصل على مثل هذا الجسم في 7 ايام. اذا راى هذه الرساله اما انه سيضحك علي اما انه سيشتمني. رابعا هو ابو الرب. انا من متابعيه، محتواه جميل جدا لذا ساكتب له صراحة فيديوهاتك جميلة ومتعوب عليها. حتى هو وصل ل 10 مليون، تبارك الله. حتى أنا قربت ل 10 مليون، باقي لي غير 9 مليون 993 ألف و 993. قريب ماشي بزاف. أبو فلة خامسا كاتب لي أعتذر إذا تأخرت في الرد. سبحان الله، هذه هي فكرة الفيديو، لهذا سأكتب له شد الرقم 1، أنت الرقم 2 وأنا الرقم. ليس لدي رقم هذه الساعة. حاولت مراسلة كريستيانو رونالدو ولكن لم أستطع، لهذا ذهبت إلى الغريم التقليدي ليونيل ميسي. سأكتب له بصراحة أظن أنك أفضل من رونالدو. أنا ما كيهمنيش شكون اللي أحسن، واش هو أحسن ولا رونالدو أحسن. ما باغيش نشوف ديك رونالدو عمك في التعليقات. صراحة باغي نشوف التعليق ديالك، ما يهمنيش شنو مكتوب فيه، واخا تكتب لي مين دي عمك هانية. نمشيو عند مارك زوكربيرغ مول الانستغرام شخصيا، نقول له هل يمكنك أن تزيد عدد متابعيني على الانستغرام أرجوك. لا بغى يتعامل معايا، راه عندي 0 متابع. فينيسيوس جونيور نكتبوا له مستواك نزل كثيرا، متى تريد أن تعود إلى مستواك؟ كورتوا مرحبا يا قلب ريال مدريد، الفريق بدونك ولا شيء، أفضل حياة في العالم لا تناقشني. فارس هذا الشخص محتواه الديني جميل جدا جدا جدا، أنصحكم بأن تتابعوه. سأرسل له محتواك جدا جميل وألهمت الكثير من الناس ليفعلوا مثلك، حقا أجرك عند الله كبير. والحرب العالمية الثالثة بدات وأنا باقي ما وصلتش ل1000 مشترك. تدار اشتراك راه ما تخسر عليه والو. المشهور التالي هو بيمو، مؤخرا بدا يلعب فري فاير، لهذا نصيفطو له اش بان ليك نلعبو شيرو 1 فيس 1. رئيس فيفا، هل انت متاكد ان قرعه دوري ابطال اوروبا نظيفه؟ واحد سبحان الله صاحبي، الريال مدريد ومانشستر سيتي كل عام كيلعبوا مع بعضياتهم بزاف، عيقوا. التالي هو الصابيري، مسكينه ضرب كسيده خايبه راكلها ديال بصح، دعوها بالشفاء، انا نصيفط له الله يشافيك. تاليا عندنا عمر عبد الرحمن، مؤخرا تفرجت في واحد فيديوهات ديالو عجبوني الصراحه، محتواه زوين، نصيفط له. مؤخرا شاهدت بعض فيديوهاتك، طلع محتواك جميل جدا. تالي عندنا جو حطاب، ما خلى حتى بلاصه ما مشالاش، نكتبوا له ما تركت ولا دولة لم تزرها، هذا هو أفضل محتوى. تالي عندنا سبيد، نكتب له لا أفهم لماذا الناس يتبعونك أينما ذهبت، ماذا تقدم لهذا العالم؟ لامين يامال، ابتعد عن الفتيات حاليا، أنت لا تزال في بداية مسيرتك. نصيحة من شخص لديه 17 سنة في هذه الحياة، لقد رأيت الكثير. هذا آخر مشهور في هذا الفيديو، نتسناو 48 ساعة ونشوفوا واش عيرض علينا شي واحد ولا لا. دازت أكثر من 48 ساعة ودابا نشوفوا شحال من واحد رد علينا. 1 2 0، حتى واحد ما رد عليا، كلهم مشغولين. ها اللي عنده المشاريع، ها اللي عندهم مهام قابلني انا، يتخيل ربي كتجيهم مئات والالاف ديال الميساجات في النهار، شكون اللي يديها فيك؟ ولكن انا لا، هذا الانستغرام ديالي، اي واحد فيكم صيفط لي ميساج عرض عليه، حيت انا ما كنتكبرش وكنحترم المتابعين ديالي. صراحه عرض عليك حيت ما عندي ما يدار، حتى انا باش تولي عندي 10 مليون متابع ما عرضتش عليك. نقول لك من هنا باش كاع ما تعصب ديك الساعه ولا شي حاجه، انا غتولي عندي 10 مليون كاع ما عرض عليك. مبروك عليك، وصلت لنهاية الفيديو. قبل أن تذهب في حال سبيلك دير على الاشتراك، ما دير والو، ما نقول لك دير والو، على الاشتراك وسير في حالك.